زملكاوي رهيب في الدقائق الماضية، وبالتالي السجال يستمر والمباراة تستمر. وكرة عالية من أحمد الشناوي للأمام عن طريق إبعاد الكرة الماضية من صبري رحيل لحسام عاشور. هذه خطيرة في المكان السليم بالفعل، وكرة لباسم مرسي، ولكن أحمد حجازي بصورة جيدة. بعد ذلك أبعدت، عادت لي بالفعل معروف يوسف، محاولة لباسم مرسي، هذه خطيرة والتسديدة جول. الزمالك يبدأ السوبر بهدف جميل، يبدأ قمة سوبر مصر بهدف زملكاوية في منتهى الخطورة. الكرات الماضية اصطدت في المدافع، شوف بداها باسم مرسي، اصطدت في المدافع وهو رامي ربيعة، وبعد ذلك استقرت على قدم عمرو جابر اللي سدد الكرة. كانت هي من تفرح بالهدف الأول المسجل حتى الآن في القمة، من أن يتحقق إن شاء الله تعالى. هذه كرة تلعب الآن لصالح اللاعب بالفعل وليد سليمان خارج أرضية الملعب. حتى الآن الزمالك متقدم في السوبر المصري بهدف نظيف، وحتى الآن لا زال فريق النادي الأهلي عن طريق حسام غالي يتقدم للأمام، يبحث عن التعادل في أواخر شوط المباراة الأول. كرة تلعب بالفعل، تنقل للأمام، هذه خطيرة للأمام وضربة جزاء. الإسباني يحتسب ضربة جزاء للنادي الأهلي، ضربة جزاء للنادي الأهلي، ضربة جزاء نعم ضيعها الزملكاوي، ضربة جزاء الآن موجودة للنادي الأهلي، ويا لها من إثارة في الشوط الأول عزيزي المشاهد. نعم ضربة الجزاء الأهلاوية بضربة جزاء. يتقدم الآن من عبد الله السعيد. هل يهدي السعادة عبد الله السعيد لجماهير النادي الأهلي؟ عبد الله السعيد ضربة جزاء للنادي الأهلي. عبد الله السعيد يتقدم، جول. عبد الله السعيد يهدي السعادة للنادي الأهلي في صافرة شوط المباراة الأول. شوط مثير، شوط جميل، شوط تقدم فيه الزمالك بهدف لعمرو جابر. وهذه الصورة المعبرة، الأهلاوي الصغير يرقص في المدرجات والكبير يدعو المولى أن تستمر الأمور كذلك. شوط في غاية الإثارة عزيزي المشاهد هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في أجمل ملاعب العالم في 2014. هنالك استوديو أيضا سيقدم على قناة النيل بقيادة النجم المصري الكبير سابقا والإعلامي المصري الكبير كما يعلم الكل الكابتن أحمد شوبير أيضا بعد نهاية المباراة. وهذه التغطية التي بدأت على أبو ظبي الرياضية منذ حقيقة أيام سابقة تليق بقيمة حدث تاريخي يتحدث عن الديربي الأقدم على مستوى كرة القدم العربية على الإطلاق. من صبري رحيل كرة تعاد. النادي الأهلي في اللحظات الماضية يستحوذ، والكرة كانت من جانب رامي ربيعة، نقلت الآن لحسام غالي، أرسلت الأمام، فنان خطير، ضربة جزاء، ضربة جزاء تحتسب، ضربة جزاء. الإسباني عادي عند ضربات الجزاء. كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة احتسب الكثير من ضربات الجزاء، وبالتالي عادي، شيء طبيعي جدا. لكن طلب الكرة صح، الكرة اللي نقلت من حسام غالي بصورة راقية لوليد سليمان، وليد سليمان الفنان استقبل الكرة، عرقل من محمد كوفي، وبالتالي ضربة جزاء هي الثالثة في المباراة. ضربة جزاء زملكاوية ضايعة. تغيرت الصورة بعد ذلك، عادت القافلة الحمراء، وكما يقول عزيزي المشاهد الصحفي جيمس مونتاد من صحيفة الجارديان البريطانية ذلك عزيزي المشاهد
هذه ضربة جزاء الشناوي. هل يلعب دور شريف إكرامي اللي تألق في هذا المرمى وأبعدها، أم أن عبد الله السعيد اللي سجل من ضربة جزاء في الشوط الأول مرة أخرى ربما يهدي السعادة لجماهير القافلة الحمراء؟ يتقدم. جول جول أهلاوي ثاني غير الأمور. شوف ضربة جزاء صحيحة لا خلاف على ذلك، وبعد ذلك مرة أخرى عبد الله السعيد يهدي السعادة، كل السعادة لمحبي النادي الأهلي. فيما بين الشوطين كنت أتحدث مع الزميل أسامة الشيخ، طبعا ضمن شركة يعني برزنتيشن سبورتس، أحد من نظم هذه المباراة بكفاءة عالية. أقول الآن مسؤوليتكم صارت صعبة جدا، لأن متطلب يعني أن تستمر هذه المسابقة بهذه الصورة الراقية. هذه كرة للنادي الأهلي في المكان الخطير، فرصة الله خطيرة، جول جول يؤمن نتيجة النادي الأهلي ويحتفل مع الأنصار والعشاق بصوت اسمه مؤمن، ولكنه يؤمن على النتيجة حتى الآن. هذه الكرة رمضان صبحي بصورة جميلة، وبعد ذلك طبعا النهاية كانت رأسية جميلة من مؤمن زكريا. يتقدم النادي الأهلي 3-1. السوبر يقترب من الجزيرة، وحتى الآن يبتعد من 100 عقبة. الأقرب الآن إلى الجزيرة، مقر النادي الأهلي. لاحظ ردة فعل الزملكاوي الذي كان متقدما وكانت عند ضربة جزاء، ولو سجل من ضربة الجزاء لتقدم بطولة ثالثة في نفس العام على حساب النادي الأهلي. حتى الآن الأمور تقول عكس ذلك، لأن بالفعل هذه كرة خطيرة، جول الزمالك يعود عن طريق كهرباء. محمود كهرباء يعيد الزمالك، كرة جميلة جدا للأمام، وكهرباء نعم يأتي عمرو جابر جميلة، ولمسة فنية راقية من محمود كهرباء. أيضا ملعب 5 نجوم، ليلة كلها 5 نجوم، 2011 و2014، وعماد متعب يرفع السوبر التاسع في ذاكرة النادي الأهلي. السوبر للفريق السوبر، وحسام غالي الغالي على قلوب الأهلاوية يرفع الكاس سوبر مصر 2015. 9 ألقاب الفريق الكبير الذي سيحتفل الآن في دولة الإمارات في مدينة العين، وبعد ذلك ستذهب الاحتفالات في كل مكان في القاهرة، حيث العشاق والمحبين المترقبين والمنتظرين كذلك لعودة الفريق التاريخي بلقب آخر يضاف إلى بطولاته التاريخية في فترة طويلة سابقة وحاضرة كذلك. عزيزي المشاهد، أيها السيدات والسادة، تبدأ أفراح النادي الأهلي في مدينة العين، وأعتقد أن القافلة الحمراء، هذا وليد طبعا وليد الذي أصيب وخرج من أرضية الملعب، رامي يحتفل مع الأنصار مع المحبين في لوحة حمراء للفريق الأحمر في ليلة حمراء جميلة بكل معنى الكلمة. هذه ليست أول بطولات النادي الأهلي، وهذه البطولة لن تكون آخر ألقاب النادي الأهلي. فالفريق الذي تعود على رفع الكؤوس والألقاب محليا وقاريا يسير على النهج ذاته ويستمر هكذا، يصدر الفرح للأنصار والمحبين، ويصدر الابتسامة ويصدر الشموخ عند المحبين في كل مكان في جمهورية مصر العربية، وكذلك للمحبين المنتشرين في كل مكان في الوطن العربي الكبير. أيها السيدات والسادة، مبروك مرة أخرى للنادي الأهلي، هارد لك للفريق الكبير الآخر نادي الزمالك، ومبروك أيضا للاتحاد المصري والاتحاد الإماراتي ولمجلس أبو ظبي الرياضي وللأخوة الأعزاء في برزنتيشن سبورتس لهذا التنظيم الراقي لبطولة
ولمسابقة ظهرت بصورتها الراقية، الصورة التي أتمنى أن تستمر كذلك في قادم السنوات. وندعو جميعا للشقيقة العزيزة في مصر أن تكون في أمن وأمان في كل السنوات القادمة بحول الله تعالى. أيها السيدات والسادة، هذه صورة تحتاج إلى الكثير من الكلمات، لكن الكثير من الكلمات تكون عاجزة في أحيان كثيرة على أن تقدم للنادي الأهلي حقه الذي يستحق في كلمات تصف هذه الصورة الراقية، الصورة التي بدأت وستستمر طالما هنالك كيان كبير اسمه العريق النادي الأهلي. في كل مكان تقبلوا تحياتي، أنقلكم الآن إلى الزميل أسامة الأميري وضيوفه الكرام محسن صالح، خالد بيومي، زبير بية، فإلى هناك والسلام عليكم.